تخيل من 6 سنين اللي اشترى ساعة رولكس كسب قد تمنها 6 مرات تقريبا. ازاي؟ خلينا اديك مثال، بس كمل الفيديو عشان في مفاجأة في الاخر. شايف الساعة دي؟ ده موديل في رولكس اسمه جي ام تي ماستر 2 باتمان. الساعة دي كانت بتتباع من 6 سنين ب 8000 دولار، وساعتها كان الدولار ب 15 ونص، يعني كان سعرها 124 ألف جنيه مصري. الساعة دي سعرها النهاردة مستعملة هي نفس الساعة ب 15,000 دولار، يعني بالمصري على سعر الدولار النهارده 49 ونص، سعرها 742 ألف جنيه، يعني زادت 600%. وده كمان انت بتستخدمها وبتلبسها كل يوم عادي. في نفس الفترة دي الذهب زاد 490%. وفي نفس الوقت ده برضو في عميل اشترى معايا شقة في هايد بارك دوبلكس، كان سعرها ساعتها 3 مليون ونص، دفع مقدم 10% يعني 350 ألف، وبيقسط الباقي على 8 سنين. الراجل دفع لغايه دلوقتي 2 مليون ونص تقريبا، ولسه باقي عليه مليون. المهم بعنا له الشقه بتاعته من اسبوع ب 13 مليون ونص، خد 12 ونص في ايده، والمشتري بيكمل هو المليون تقسيط مع الشركه. يعني ال 2 مليون ونص اللي هو دفعهم بعد 6 سنين بقوا 12 مليون ونص، يعني هو كسب 500%. صح؟ لا، هنا بقى نقف ثانيه واحده. ال 2.5 مليون دول دفعهم على 6 سنين، كل 3 شهور بيدفع تقريبا 100,000. لكن اللي اشترى ساعة رولكس أو حتى ذهب دفع فلوسه كلها كاش من 6 سنين. انت لو بتشتري ساعة رولكس أو ذهب كل 3 شهور ب 100,000 جنيه مش هتعمل حتى نص المكسب ده. عشان كده التقسيط على فترات طويلة في العقارات هو من أكتر الطرق اللي ممكن تعمل منها أرباح محترمة، بس تختار العقار صح. وده اللي أنا جاي أقوله لك، لأن نفس الفرصة دي بتتكرر. في مشروع نازل في التجمع بعد هايد بارك بدقيقتين، مكانه حلو قوي ومع شركة موثوق فيها. سعر الشقة فيه 130 متر متشطبة بيبدأ من 8 مليون جنيه، مقدم 5% بس وتقسيط على 8 سنين، واحنا برضو اللي هنبيعها لك وهنكسبك فيها. لو عايز تعرف فين ابعت لي رقمك في رسالة وهبعت لك تفاصيلها كلها. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل لي فولو.